الفلوس بقى لها أكتر من 100 سنة وهي اللي بتحرك الكورة. تخيل معايا كده في أواخر القرن ال 19 كان عيب وحرام إن لاعب الكورة ياخد مرتب أصلا. وخش بالزمن معايا للستينات تلاقي لعيبة الكورة بقى نجوم مجتمع معاهم فلوس وشهرة. ودلوقتي في 2025 زي ما احنا عارفين مليارات الدولارات حرفيا بتدخل في صناعة الكورة لدرجة إن في أندية ولاعيبة ثروتهم بقت أكبر من ميزانية دول صغيرة. فمن أول فريق سوبر اتعمل في التاريخ ولحد أغرب عمليات الشراء والانتقالات اللي ممكن تشوفها في حياتك، دي هي القصة الكاملة لحلقة النهاردة. تعالَ كده معايا نرجع بالزمن لسنة 1870. أكبر فضيحة في الكورة وقتها كانت مجرد شك إن في لاعب اسكتلندي بياخد فلوس عشان يلعب في نادي اسمه داروين اف سي. ومعلومة كده للي ما يعرفش، وقتها الكورة كانت لعبة هواة، يعني ممنوع تنتقل من فريق لفريق تاني بفلوس أو ممنوع أصلا إن أنت تاخد مرتب. وعشان كده الفرق اللي كانت مسيطرة هي فرق الجامعات والمدارس الكبيرة اللي لعبتها أولاد ناس أغنياء عندهم وقت وفلوس إن هم يلعبوا كأس إنجلترا وكمان كتسلية. فكان الحل الوحيد عشان الأندية التانية تنافس هو إنها ترمي عقد تحت الترابيزة كده للعيبة، وده اللي وصل نادي بسيط زي داروين لربع نهائي كأس إنجلترا رغم إنهم خسروا وطلعوا من ربع النهائي. بس العقد ده كان نقطة تحول زي ما بنقول كده في الكورة، كانت لحظة فارقة. ليه؟ لأن الناس بدأت تسأل هو ليه لاعب الكورة ما ينفعش ياخد فلوس؟ أخيرا في سنة 1885 الاتحاد الإنجليزي استسلم للضغوط اللي جاية من أندية الشمال زي داروين وبلاك بيرن وأندية تانية، وقرر يخلي اللعبة احترافية شوية. القرار ده غير شكل الكورة لأن أخيرا اللاعب اللي جاي من طبقة عامة يقدر يسيب شغلانته اللي بيشتغلها بجانب الكورة ويركز في الكورة بس. اللي يضحكك أكتر إن في الوقت ده مدينة زي بلاك بيرن بقت مركز الكورة في العالم كله، الناديين بتوعها سيطروا على كأس إنجلترا لمدة 5 سنين ورا بعض. بس برضه أبطال الكاس دول كانوا عايشين حياة متواضعة، يعني مرتبهم كان من 2 ل 3 جنيه في الأسبوع، يعني يا دوب المبلغ ده كان أكتر بحاجة بسيطة من اللي كانوا بياخدوه وهم بيشتغلوا بجانب لعبهم للكورة. بس دي كانت أول لمحة للي ممكن الكورة توصل له. نخش على فترة مهمة في الكورة وهي فترة العشرينات. الكورة اتحولت من مجرد لعبة بيتفرج عليها كام ألف واحد في شمال إنجلترا لظاهرة عالمية. وده معناه إن الفلوس اللي في اللعبة كانت بتزيد وبتزيد بسرعة الصاروخ. أنا هنا بتكلم عن مرتبات وصفقات وانتقالات ضخمة. في الوقت ده اتكون أول سوبر تيم في التاريخ، نادي أرسنال. رغم إن كان عنده جمهور كبير بيعمل دخل محترم بس عمره ما كسب بطولة كبيرة. الجمهور زهق وبدأ يطالب بالنجاح، فالإدارة قررت تفتح الخزنة وبدأوا يصرفوا الفلوس اللي بتجيلهم من الحضور الجماهيري العالي. بدأوا يصرفوا بقى الفلوس بتاعتهم على صفقات ورا بعض، أشهرهم كانت صفقة ديفيد جاك من بولتون سنة 1928 برقم قياسي عالمي وقتها 10890 جنيه استرليني. جماهير الأندية المنافسة زي إيفرتون ونيوكاسل قعدوا يصوتوا ويقولوا إن أرسنال بيحاول يشتري الدوري، بس يا ريتهم كانوا سكتوا، لأن لو كانوا يعرفوا اللي هيحصل في المستقبل كانوا حطوا جزمة في بقهم. صرف أرسنال المجنون ده جاب نتيجة، وتخيل معايا كده إن أرسنال كسب الدوري 4 مرات في 5 سنين بس، وثبتوا نفسهم كواحد من أكبر أندية العالم وقتها. نخش على الفترة اللي بعد كده وهي فترة الستينات والسبعينات، وكانت بعنوان عصر النجوم والتمرد. الحرب العالمية الثانية كانت لسه خلصانة وأوروبا كانت عايزة تعمل كباري من تاني، وأحسن لغة تواصل عشان أوروبا ترجع تاني زي الأول هي الكورة. علشان تيجي سنة 1955 وتتعمل بطولة كأس أوروبا. رئيس ريال مدريد وقتها سانتياغو برنابيو كان عنده خطة مختلفة. قال لك أنا هخطف أحسن لعيبة في أوروبا كلها، وبدعم من الدكتاتور فرانكو بنى فريق الجلاكتيكوس اللي كلنا عارفينه، وكسب أول 5 بطولات أوروبية ليه. بس للأسف السيطرة دي ما كملتش، لأن في الستينات أندية زي مانشستر يونايتد والميلان بدأوا يصرفوا بسبب التلفزيون والإعلانات اللي كانت بتدخل لهم. الاتحاد الإنجليزي اضطر وقتها إنه يلغي سقف المرتبات، وهنا نظرة الناس للعيبة اتغيرت لأنهم بقوا نجوم عالميين. الوقت ده بقى كان وقت صعود نوع جديد من النجوم اللي هو السوبر ستار، اللاعب اللي مشهور جوه الملعب وبرضه مشهور بره الملعب. هنا دخل على الخط جورج بيست، أول لاعب من نوعه. نجم مانشستر يونايتد المتمرد رفض فكرة إن لاعب الكورة لازم يكون منضبط. الكاريزما بتاعته حولته لأسطورة، كان بيقول إنه بيصرف مرتبه كله على الخمرة والستات والعربيات السريعة. وفي سنة 1973 فتح نايت كلاب، كان أول لاعب تقريبا يعمل فلوس حلوة وثروة من الكورة تخليه يدخل عالم البيزنس. فترة الثمانينات بقى كانت فترة مختلفة شوية، لأن فجأة بيظهر لاعب موهبته أسطورية لدرجة إنه ممكن يكسب دوري لوحده، واللاعب ده هو دييجو أرماندو مارادونا. مارادونا راح نابولي برقم قياسي عالمي، واللي وقتها ده كان رقم كبير وهو 7 مليون. الناس كلها استغربت ازاي نابولي نادي مش بينافس ومن منطقة شعبية يقدر يجيب واحد من أغلى لعيبة العالم. لكن الصفقة دي اتمولت باستثمارات ضخمة من بنوك وشركات محلية شافوا في مارادونا أمل. جريدة محلية وقتها كتبت ما عندناش بيوت ولا مدارس ولا شغل، بس كل ده مش مهم لأن عندنا مارادونا. صفقة مارادونا زي ما بيقولوا كده حطت مدينة نابولي على الخريطة. في وجوده نابولي كسر احتكار أندية الشمال الغنية وكسب الدوري مرتين. التسعينات والألفينات بقى كانت بعنوان عصر البريمير ليج والمليارديرات. في سنة 1992 الدوري الإنجليزي غير جلده وبقى اسمه البريمير ليج، ومضى عقد بس تلفزيوني خيالي، ووقتها أسعار الانتقالات انفجرت والموضوع بقى عبثي شوية. نادي بلاك بيرن روفرز حاول يقلد الكبار،
رجل أعمال غني ضخ ملايين في النادي وحولهم من فريق درجة تانية لفريق بينافس على البريمير ليج، وفعلا وقتها قدروا يكسبوا الدوري الإنجليزي. وقتها نادي ليدز يونايتد حاول يقلدهم وأخد قروض من البنوك، ولكن النهاية كانت كارثية ويهبطوا للدرجة الثالثة. وهنا بقى ظهر ديفيد بيكهام، أول لاعب يفهم العلاقة بين شكله وبين فرص الإعلانات اللي ممكن تجيله. وكان ذكي جدا وكان مركز على البيزنس بجانب الكورة. بعدها المليارديرات بدأوا يشوفوا الأندية كفرص استثمار. روبن إبراموفيتش اشترى تشيلسي وحوله لقوة عظمى بتنافس على كل البطولات. حتى لو ما كانش بيكسب بطولات كبير، لكن كان بيستفاد من بيع وشراء اللعيبة. بعدها الشيخ منصور اشترى مانشستر سيتي، ومجموعة قطر للاستثمارات اشترت باريس سان جيرمان، وكسروا سوق الانتقالات بصفقات ضخمة وقوية زي صفقة نيمار وصفقة امبابي. الأندية الكبيرة بقى حاولت تعمل بطولة للكبار والأغنياء بس، وهي السوبر ليج الأوروبي. لكن الخطة فشلت والبطولة ما كملتش بعد غضب طبعا كبير من الجماهير. ما هو برضه ما ينفعش ناخد بطولة بجدية ويكون فيها توتنهام كعضو مؤسس. العصر الحالي بقى اللي احنا بنعيشه وهو بعنوان فلوس السعودية، وفجأة يظهر دوري ما كانش قوي لكنه ظهر بفلوس مجنونة أكتر، وهو الدوري السعودي للمحترفين. في ديسمبر 2022 النصر مضى مع كريستيانو رونالدو بمرتب خرافي، وقتها كان 172 مليون في الموسم الواحد. والمشروع السعودي بعدها بدأ يتطور وبدأوا يصرفوا فلوس مجنونة على كل الصفقات. بس الأهم من كل ده، اللعيبة هيعملوا إيه بالفلوس دي؟ ممكن يبصوا على اللي عمله ديفيد بيكهام في أمريكا ويستثمروا زيه. لكن لحد دلوقتي في 2025 ما شفناش لاعب بيشتري نادي كبير بجد. بس المرتبات اللي بياخدها كريستيانو رونالدو حاليا في النصر، ممكن نشوف لعيبة بتستثمر وبتشتري أندية كبيرة. يا رب يا رب حد يشتري مانشستر يونايتد علشان محتاجين حد ينقذهم بصراحة من اللي هم فيه. دي كانت حلقتنا النهارده في قناة نلعبها صينة. ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات، يمكن ناخد رأيك ده ونعمل منه حلقة جديدة. وما تنساش إن الكورة مش أكل بس، إحنا جعانين كورة.